السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من ماما كرافتس. فيديو النهاردة إن شاء الله هننفذ مع بعض التوزيعات الأمورة دي. قد إيه هي مبهجة، شكلها لطيف جدا، سريعة جدا، مش هتاخد وقت معانا خالص في الشغل بإذن الله. شغالة معانا في أكتر من استخدام، يعني نقدر نستخدمها كتوزيعات في المناسبات المختلفة زي الأعياد أو السبوع أو غيره. وكمان ممكن نعتبرها زي بوك كده صغير نحطه في الشنطة، ونحط فيه الحاجات الصغيرة اللي احنا بنخاف انها تتوه في الشنطة، زي الفكة او المفاتيح او علبة كريم صغيرة او غيره. الله يا رب الفيديو يعجبكم. يلا بسم الله نبدأ ونشوف هنشتغلها ازاي. هستخدم بواقي خيوط عندي كوتون جولد، وهستخدم مع الكوتون جولد ابرة مقاس 3 ملم. نقدر نستخدم اي نوع خيوط متاح عندنا، سواء اكليريك، صوف، قطن، اي حاجة كله شغال معانا. هنبدأ اول حاجة عايزين نعمل القاعدة اللي تحت دي. اول حاجة نعمل الدايرة السحرية، بعد كده هرتفع 2 سلسلة، وهبدأ ادخل جوه الدايرة دي واشتغل 12 عمود بلفة. 1 2 3 11 12. بعد ما اشتغلنا كده جوه الدايرة 12 عمود بلفة، هبدأ اشد الخيط عشان اقفل الدايرة. بعد كده هتجاهل اول سلسلتين اشتغلتهم في ارتفاع، وهبدأ ادخل في اول عمود بلفة اشتغلته خالص واشتغل فيه منزلق عشان اقفل السطر بتاعي. وده بيكون شكل السطر الاول بعد ما خلصناه. ابتدي ارتفع للسطر التاني، اشتغل 2 سلسلة، وفي نفس المكان او في نفس العمود اللي انا ارتفعت منه ال2 سلسلة هدخل واشتغل 2 عمود بلفة في نفس المكان. 1 2. وهشتغل فوق كل عمود بلفة 2 عمود بلفة، او السطر هيكون كله تزايد، يعني فوق كل عمود بلفة 2 عمود بلفة. المفروض السطر التاني هيكون معايا 24 عمود بلفة. وصلنا كده لنهاية السطر التاني، واول ما بيوصلوا معايا 24 عمود بلفة كده خلاص بوقف. يعني الغرزة الاخيرة دي مش عمود، مش هشتغل فيه، دي المنزلقة بتاعة السطر اللي قبله. ناخد بالنا عشان الشغل يطلع معانا مظبوط. اول ما بيوصلوا 24 عمود بلفة خلاص كده بقفل السطر، بتجاهل السلسلتين وبدخل في اول عمود بلفة اشتغلته وبشتغل منزلقة. وده بيكون شكل السطر التاني. هنبدأ نرتفع للسطر الثالث، هنرتفع 2 سلسلة، وفي نفس المكان اللي ارتفعنا منه هندخل ونشتغل عمود بلفة. بعد كده العمود بلفة اللي بعده هنعمل فيه تزايد، يعني هنشتغل فيه 2 عمود بلفة في نفس العمود. العمود الثالث او اللي بعده هنشتغل فيه عمود بلفة 1، والعمود بلفة الرابع او اللي بعده هنشتغل فيه تزايد او 2 عمود بلفة. وهنكمل باقي السطر كله بنفس الطريقة، بنشتغل غرزة فيها فردي او عمود بلفة 1 اللي بعدها تزايد، وهنكمل بنفس الطريقة لحد اخر السطر. والمفروض السطر ده السطر الثالث هيقفل معانا على 36 عمود بلفة. وصلنا كده لنهاية السطر الثالث، قفل معانا على 36 عمود بلفة. ومن الحاجات اللي تعرفني ان كنت ماشية في التزايد مظبوط طول السطر ان السطر، لاني كنت بادئة بفردي، فهيقفل معايا على تزايد. تمام. هتجاهل اول سلسلتين وهدخل في اول عمود بلفة واشتغل منزلقة عشان اقفل السطر. وده الشكل بعد ما خلصنا السطر الثالث. هنبدأ نطلع للسطر الرابع، هرتفع 2 سلسلة، وفي نفس المكان اللي ارتفعنا منه هنشتغل عمود بلفة.
والعمود اللي بعده هنشتغل فوقه عمود بلفة، وتالت عمود بلفة هنشتغل فوقه التزايد او 2 عمود بلفة في نفس العمود. بعد كده العمود اللي بعده عمود بلفة 1، واللي بعده عمود بلفة 1، وتالت عمود فيهم هنشتغل فيه تزايد او 2 عمود بلفة في نفس العمود. وهنكمل باقي السطر كله بنفس الطريقة، بشتغل 1 1 تزايد او فردي فردي تزايد لحد اخر السطر، والسطر هيقفل معانا على 48 عمود بلفة. وصلنا كده لنهاية السطر الرابع، قفل معانا على 48 عمود بلفة بادئين بفردي، فالسطر هيقفل معانا على تزايد. نتجاهل اول سلسلتين وهندخل في اول عمود بلفة ونشتغل منزلق عشان نقفل السطر بتاعنا. وده الشكل بعد ما خلصنا السطر الرابع، وخلصنا كمان التزايد، يعني خلصنا القاعدة اللي تحت الجزء ده. الجزء اللي تحت ده احنا كده خلصناه، وهنبدأ بقى نرتفع بالسطور علشان نرتفع بالقطعة بتاعتنا. الجزء ده هو اللي هيحدد لنا المقاس اللي احنا عايزينه للقطعة بتاعتنا. يعني لو انتوا اشتغلتوا بخيط اكتر سمك من الكوتون جولد، فممكن توصلوا للمقاس المناسب من 3 سطور مثلا، وتكتفوا بالتزايد لحد هنا وتبدأوا ترتفعوا بالسطور. كمان في فكرة برضو ان احنا ممكن نزود التزايد، يعني نكبر الدايرة شوية ونرتفع بالسطور ونعملها زي شنطة صغيرة للبنوتات كده برضو في العيد. هتبقى لطيفة جدا جدا وهتبقى حلوة قوي، يبقى شكلها حلو ومناسب جدا. تمام. فالمقاس المقاس بنتحكم فيه على حسب الدايرة اللي تحت او القاعدة اللي احنا بادئين بيها من تحت. تمام. بعد كده هنبدأ نرتفع بقى بالسطور، فهشتغل 2 سلسلة، وفي نفس المكان اللي ارتفعت منه ال2 سلسلة هدخل واشتغل عمود بلفة، وبعد كده هشتغل عمود بلفة فوق كل عمود بلفة بدون اي تزايدات خالص، سطر ثبات عادي خالص. يعني المفروض السطر هيقفل معانا على 48 عمود بلفة. وصلنا كده لنهاية السطر، اشتغلنا سطر ثبات عادي خالص زي ما قلنا بدون اي تزايدات، فوق كل عمود بلفة عمود بلفة 1. وهتلاحظوا ان الشغل بدأ ياخد معايا زي ارتفاع كده، لاني خلاص وقفت تزايد واشتغلت ثبات. هبدأ ادخل هتجاهل اول سلسلتين وهدخل في اول عمود بلفة واشتغل منزلق عشان اقفل السطر بتاعي. المنزلقة دي هقفلها من اللون التاني اللي انا هضيفه، طبعا لو انتوا هتكملوا بنفس اللون فهتكملوا عادي. تمام. انا هضيف اللون التاني، هقفل المنزلقة كده من اللون الجديد، وبعد كده هنقص الخيط القديم وهنربط ربطتين كده، وهناخده معانا بقى تحت الشغل واحنا شغالين. هبتدي ارتفع 2 سلسلة 1 2، وفي نفس المكان اللي ارتفعت منه هشتغل عمود بلفة وهاخد الخيوط تحت الشغل، وفوق كل عمود بلفة عمود بلفة عادي، يعني برضو سطر ثبات. والمفروض عدد الأعمدة يكون معايا كل سطر يكون 48 عمود بلفة. وكمان هنرتفع باللون ده 3 سطور كمان ثبات بدون اي تزايدات خالص، 1 2 3. هنشتغل 3 سطور ثبات بدون اي تزايدات، كل سطر بقفل بمنزلقة وبرتفع 2 سلسلة وبشتغل زي نفس النظام بالظبط، وكل سطر يكون معايا 48 عمود بلفة في السطر بتاعي.
خلصنا كده الثلاث سطور ثبات اللي اشتغلناهم باللون الجديد، وزي ما احنا شايفين كده القطع اخدت معايا الارتفاع ده. هبدأ بقى المفروض هبدأ اشتغل في الزهرة بتاعتي او اللي هي غرزة التيوليب. هنبدأ اول حاجة بالجزء الاخضر، هنحتاج اي درجة من درجات الاخضر ما تكون موجودة عندنا، وهتجاهل اول سلسلتين اشتغلتهم في السطر، وهدخل في العمود بلفة اللي بعده، والمنزلقة هقفلها من اللون الاخضر كده. وبعد كده هقص الخيط التاني، وهربط الخيطين مع بعض زي ما احنا متعودين. ارتفاع 3 سلسلة، 1 2 3، وكمان سلسلة 4. العمود بلفة اللي انا ارتفعت منه ده خلاص انا اشتغلت فوقه السلاسل دي. هسيب العمود اللي بعده وادخل في تالت عمود بلفة واشتغل عمود بلفة، سلسلة، وعمود بلفة في نفس المكان بالشكل ده كده. بعد كده هسيب 2 عمود من تحت، 1 2، وادخل في تالت عمود واشتغل عمود بلفة، سلسلة، وعمود بلفة في نفس المكان كده. بعد كده هسيب 2 عمود بلفة، 1 2، واخش في التالت واشتغل عمود بلفة، سلسلة، عمود بلفة في نفس المكان، وهكذا لحد اخر السطر. بسيب 2 عمود وبدخل في التالت بشتغل عمود بلفة، سلسلة، عمود بلفة. والغرزة دي عشان برضو نكون عارفين اسماء الغرز، الغرزة دي اسمها غرزة الفي او الفي ستيتش، لان هي بتبقى شبه حرف الفي. هنكمل باقي السطر كله بغرز الفي. وصلنا كده لنهاية السطر، ودي اخر مجموعة هنشتغلها. هنسيب 2 عمود بلفة وهندخل في اخر عمود، هنشتغل عمود بلفة وهنشتغل سلسلة، وهنعتبر الثلاث سلاسل اللي احنا اشتغلناهم في الاول ان هما دول العمود بلفة التاني، وهنقفل في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، لكن باللون اللي احنا بقى حابين ان الزهرة تكون باللون بتاعه. انا هعمل الزهرة من نفس لون القاعدة اللي تحت، فهنبدأ نقفل كده المنزلقة منها، ندخل في تالت سلسلة ونسحب الخيط، وخلاص كده بقى هنقص الخيط الاخضر وهنربط الخيط. نرتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهبدأ ادخل في، احنا عندنا هنا دي عمود بلفة، سلسلة، عمود بلفة، هبدأ ادخل فيها في فراغ السلسلة اللي بين العمودين واشتغل جواها 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 5. اشتغلنا كده 5 عمود بلفة في فراغ السلسلة اللي بين العمودين. هبدأ بعد كده هشيل الإبرة بتاعتي وارفع الخيط بتاعي سنة كده، تمام، وهدخل بالإبرة بتاعتي في أول عمود بلفة اشتغلته، وهبدأ أسحب الخيط من ورا كده، تمام، وأخرجه من أول عمود بالشكل ده كده عشان أقفل الأعمدة على بعضها بالشكل ده كده، تمام. بعدها هشتغل 2 سلسلة وهبدأ اروح لفراغ السلسلة اللي بعده واشتغل فيها 5 عمود بلفة، 1 2 3
4 5. اشتغلت كده 5 أعمدة في فراغ السلسلة اللي بين العمودين. هبدأ أشيل الإبرة بتاعتي، هسحب الخيط سنة كده وهدخل الإبرة في أول عمود بلفة اشتغلته من ال5 أعمدة بالشكل ده كده، وهسحب الخيط من ورا وأخرجه من أول عمود علشان أقفل الأعمدة على بعضها بالشكل ده، وبعدها بشتغل سلسلتين. الغرزة دي اسمها غرزة الفشارة، أو بالإنجليزي اسمها البوب كورن ستيتش. تمام. دي يعني زي ما احنا قلنا ان الاخضر، الجزء الاخضر ده اسمها غرزة الفي، والجزء البينك ده هو غرزة الفشارة او البوب كورن. الاتنين مع بعض، الفي والفشارة الاتنين مع بعض اسمهم غرزة التيوليب او التيوليب ستيتش. تمام. يبقى غرزة التيوليب هي مكونة من غرزتين، غرزة الفي وغرزة البوب كورن او غرزة الفشارة. تمام. هنكمل، هندخل في فراغ السلسلة اللي بين العمودين وهنشتغل فيه 5 عمود بلفة. 2 3 4 5. بعد ما بخلص ال5 أعمدة بسحب الخيط سنة كده وبطلع الإبرة بتاعتي منه، بدخلها في أول عمود بلفة من ال5 أعمدة، وبسحب الخيط من ورا كده عشان أقفل الأعمدة على بعض، وبعدها نشتغل 2 سلسلة وبكمل باقي السطر كله بنفس الطريقة. وصلنا كده لنهاية السطر، واخر غرزة هنشتغلها اللي هي هتكون في الفراغ اللي بين العمود وال3 سلاسل اللي كانوا في السطر اللي قبله. هدخل فيها واشتغل 5 عمود بلفة. 1 2 3 4 5. وهدخل في اول عمود واقفل الغرز بتاعتي من ورا كده، وهشتغل بعدها 2 سلسلة. تمام. هاجي بقى ال4 سلاسل اللي انا اشتغلتهم كارتفاع في اول السطر دول مش هتجاهلهم خالص تماما، وهبدأ ادخل في اول غرزة من هنا كده واقفل بمنزلقة، والمنزلقة هنقفلها من اللون التاني. انا هرجع ادخل اللون التاني ده تاني في الجزء اللي فوق، هنقفل المنزلقة من اللون الجديد. لو هتكملوا بنفس اللون هتقفلوا منزلقة وترتفعوا وتكملوا السطر عادي خالص. يلا هنقص الخيط القديم ده. ارتفاع 3 سلسلة، 1 2 3، وفي نفس المكان اللي ارتفعت منه واللي قفلت فيه المنزلقة هدخل واشتغل عمود بلفة. بعد كده هروح على فراغ السلسلتين اللي بين الغرزتين واشتغل فيه 2 عمود بلفة. 1 2، وفوق غرزة الفشارة نفسها هدخل فيها كده واشتغل عمود بلفة. بعد كده فراغ السلسلتين 2 عمود بلفة. فوق غرزة الفشارة عمود بلفة، وفي فراغ السلسلتين اللي بعدها 2 عمود بلفة، وهكمل باقي السطر كله بنفس الطريقة بالشكل ده كده.
فوق غرزة الفشارة بشتغل عمود بلفة، وفي فراغ السلسلتين اللي بين كل غرزتين بشتغل فوقه 2 عمود بلفة. وصلنا كده لنهاية السطر، وده اخر فراغ بتاع سلسلتين هنشتغل جواه 2 عمود بلفة. والمفروض ان عدد الاعمدة هنا هيكون 48 عمود بلفة، اللي هما ال48 اللي انا كنت شغالة بيهم اصلا القطعة من الاول، فهيرجعوا لي تاني عشان اتأكد ان انا شغلي مظبوط. تمام. بعد كده هتجاهل اول سلسلتين وهدخل في اول عمود بلفة وهشتغل منزلقة. هبدأ ارتفع 2 سلسلة، وفي نفس المكان هشتغل عمود بلفة، وهشتغل سطر ثبات عادي خالص بدون اي تزايدات فوق كل عمود بلفة. عمود بلفة واحد، يعني المفروض السطر هيقفل معايا على 48 عمود بلفة. طيب هنرتفع كام سطر ثبات عشان نرتفع بالقطعة بتاعتنا؟ بعد كده السطور هتبقى ثبات، وهنشوف بقى الجزء اللي احنا هنركب فيه الرباط هنعمل فيه غرزة مختلفة شوية. فاحنا محتاجين نرتفع 1 2 3 4، يعني هنرتفع 3 سطور كمان غير السطر اللي هو ده، يعني بالسطر ده هيكون 4 سطور. هرتفع كمان 3 سطور ثبات، كل سطر فيهم 48 عمود بلفة بدون اي تزايدات خالص وبدون اي حاجة. وصلنا كده لنهاية السطر الثالث، اشتغلنا 3 سطور ثبات زي ما قلنا. تمام. السطر الثالث هنبدأ هنتجاهل اول سلسلتين وهندخل في اول عمود بلفة ونشتغل منزلقة. بعد كده السطر اللي بعده المفروض هنعمل فيه فتحات، المفروض السطر ده اللي هندكك فيه الرباط بتاعها، فعايزين هنعمل فيه فتحات علشان تكون اسهل في القفل والفتح. فهبتدي ارتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4. بعد كده هسيب عمود بلفة من تحت وهدخل في العمود اللي بعده واشتغل عمود بلفة. تمام. بعد كده هشتغل سلسلة، هسيب عمود بلفة وادخل في اللي بعده واشتغل عمود بلفة، سلسلة، هسيب عمود بلفة وادخل في اللي بعده واشتغل عمود بلفة، سلسلة، وهكذا لحد اخر السطر. بيبقى معايا بالشكل ده كده. بسيب عمود من تحت واشتغل سلسلة، وفي العمود اللي بعده عمود بلفة، وهكذا لحد اخر السطر. وصلنا كده لنهاية السطر، اخر عمود بلفة اشتغلناه هنشتغل بعديه سلسلة، والمفروض هسيب عمود وهدخل في اللي بعده. فهعتبر ان الثلاث سلاسل اللي انا ارتفعت بيهم في الاول هم دول العمود، وهدخل في تالت سلسلة واشتغل منزلقة بالشكل ده كده، وده هيكون معايا شكل السطر ده.
بعد كده هبدأ ارتفع للسطر اللي بعده 1 2 في نفس المكان اللي احنا ارتفعنا منه هدخل واشتغل عمود بلفة وفراغ السلسلة هدخل واشتغل فيه عمود بلفة فوق العمود بلفة عمود بلفة فراغ السلسلة اللي بين العمودين هشتغل فيه عمود بلفة فوق العمود عمود وفراغ السلسلة هشتغل فيه عمود وهكمل بنفس الطريقة كده لحد اخر السطر وهيرجعوا لي برضو ال 48 عمود بلفة اللي انا كنت شغالة بيهم في الاساس. وصلنا كده لنهاية السطر، اخر عمود بلفة هنشتغله فيه فراغ اخر سلسلة. بعد كده هنتجاهل اول سلسلتين بدأنا بيهم وهندخل في اول عمود بلفة ونشتغل منزلقة بالشكل ده كده. بعد كده هرتفع 2 سلسلة وهبدأ اشتغل كمان سطر ثبات، يعني عمود بلفة فوق كل عمود بلفة بدون اي تزايدات او بدون اي حاجة خالص، سطر ثبات عادي خالص، وده هيكون اخر سطر في القطعة بتاعتي. خلصنا كده السطر بتاعنا وخلصنا كمان القطعة، فاضل لنا بس ان احنا نعمل السطر ده من اللون التاني علشان برضو يديني شكل لطيف اكتر ومتناسق اكتر. فهقفل بمنزلقة في اول عمود بلفة، بس هقفلها من اللون التاني بالشكل ده كده. هنقص الخيط وهنربطه، نرتفع سلسلة وهدخل في نفس المكان اللي انا ارتفعت منه ده واشتغل منزلقة وبعدها سلسلة وادخل في العمود اللي بعده واشتغل منزلقة بعديها سلسلة في العمود اللي بعده منزلقة وسلسلة وهكذا لحد اخر السطر. بدخل في الغرزة كده بشتغل منزلقة وبعديها سلسلة. المنزلقة يعني بدخل بالإبرة في الغرزة على طول، باخد الخيط واطلع من الحلقة اللي على الإبرة وبعديها سلسلة. تمام، هنكمل باقي السطر كله بنفس الطريقة كده. وصلنا لنهاية السطر كده، اخر غرزة اشتغلنا فيها منزلقة وبعدها سلسلة، وابتدي ادخل في اول غرزة اشتغلتها واشتغل منزلقة وسلسلة عشان اقفل الشغل بتاعي، وهقص الخيط. هنبتدي بقى نقلبها وننضف كل الخيوط اللي فيها. كده خلصنا القطعة بتاعتنا خالص. هنبدأ بقى نعمل الرباط اللي احنا هنربطها دي. نعملها سلسلة عادية خالص وهنعملها برضو من اللون المختلف علشان لما يتربط هنا برضو يدي شكل متناسق اكتر. سلسلة بداية عادية خالص، اي عدد من السلاسل حسب الطول اللي احنا حابين الرباط بيه.
كمان الرباط ده طبعا فيه افكار كتير، يعني ممكن نستبدله لو مثلا الخيط خلص مننا او مش حابين نعمله بالخيط. ممكن نعمله بشريط ستان، ممكن نعمله بحبل خيش، ممكن نعمله بقطعة من خيط الكليم لو متاح عندنا. فالافكار كتير ونقدر نستغل اي حاجة موجودة عندنا. انا هعمل عدد من السلاسل كده. احنا بكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. اتمنى ان شاء الله ان الشرح يكون واضح. لو اي حد فيكم ليه اي سؤال او اي استفسار تقدروا تسيبوا لي سؤالكم في كومنت تحت الفيديو. واستنوا ان شاء الله افكارنا الجديدة ومشاريعنا الجديدة، واستنونا وتابعونا.